السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم ان شاء الله بخير وبركه وسعد ايامكم حبايبي الكرام. اليوم عندنا اكله من المغرب العربي، الجزائر، ليبيا، المغرب يعملوها الاكله. المكونات: بدنا بطاطا، بدنا جزر، بدنا كوسه، وبدنا فلفل اخضر حار على حسب الرغبه. هي هي الاكله. عندنا معجون طماطم، حمص منقوع، وعندنا هي الطماطم ممكن تستعملوا طماطم عاديه خضراء، وعندنا بصل مقطع، وعندنا دجاج. طبعا هي الأكلة اسمها كسكسي بالدجاج والخضرة. هلا هون أنا حطيت زيت، ممكن تحطوا سمنة. قليت الدجاج وغطيته وتركته شوي. طبعا أنا ضفت البصل عليه وقلبته شوي كمان. هلا بنضيف الخضرة من غير الكوسة. طبعا الكوسة بنخليها للآخر لأنه بتستوي بتدوب. هلا بنقلبهم مع بعض ونغطيهم وبنتركهم شي 10 دقايق ربع ساعة، وبنرجع بنقلبهم. بننزل عليهم معجون طماطم. هلا بنقلبهم كمان مع معجون طماطم. هيك أكلة كتير طيبة وظريفة، بتلاقوها إن شاء الله بصندوق الوصف المكونات. هلا نزلت أنا علبة الطماطم، نزلت منها نصها أو ربع تقريبا. عنا البهارات حتلاقوهم بصندوق الوصف. طبعا هلا بنقلبهم، بنكون محضرة مي سخنة، ولا تنسوا تنزلوا الحمص المنقوع. وبنزل المي السخنة وبنحركهم شوي وبغطيهم وبنتركهم. بهي الفترة طبعا بنجيب الكسكسي وبنضيف عليه مي سخنة، نحطه بجاط مثل هذا، بنضيف عليه مي سخنة وبنقلبه هيك حتى يترطب، وبغطي وبنتركه شي ربع ساعة. وبنرجع كمان بدنا نقلبه مرة تانية ونحطه بال بالكسكاس من فوق، لأنه هي الطنجرة بتيجي طبقتين. وبنكشف على الصلصة وبنضيف الكوسة. طبعا هلأ الصلصة قريب تستوي قريب. هلأ نزلنا الكوسة وبننزل عليها، بنحط عليها القطعة الثانية وبنغطيها وبنتركها تتبوخ على راحتها. طبعا بنتركها ربع ساعة وبنرجع بننزلها على الجاط. بنضيف ملح وبنضيف مية، شوية مي، ربع كاسة تقريبا، لأنه بدي الحبة تكون رطبة. وهلأ بنبخ عليها زيت. لازم تبخ عليها زيت مشان الحبة تضل مفرفطة ما تتعجن. وبنرجع بنرجعها على الطنجرة وبنقلبها شوي. هلأ بنشوف الجزر إذا استوى عنا. طبعا الكوسة استوت. هلأ بدي طالعها الكوسة، ما بخليها. هلأ بطالعها وبحطها على جنب، برجع القطعة الثانية وبغطيها وبتركها لحتى تستوي عندي الحبة. ما انتم شايفين بعد ما استوت. هلأ بحطهم بجاط وبضيف عليهم الصلصة وبقلبها مع بعضها. ممكن ترشوا عليها الصلصة وتحطوا عليها بدون ما تقلبوها، بس يفضل تعملوها بهي الطريقة. هلأ بنحط الحمص وبنحط شوية خضرة البصلة كمان اللي حطيناها. وهيك ضفنا الجزر وضفنا الكوسة وضفنا البطاطا وحطينا اللحمة عليها ما انتم شايفينها. وهي طبقنا جاهز. هلا بالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.